هذا السائل يقول انه علم لدني. الآن الرؤى والأحلام التي يراها المعالج أو التي يراها المريض ويعرضها على المعالج مسألة مهمة جدا. هذه مسألة مهمة جدا أيها الأحبة. بعض المعالجين وبعض الحالات المرضية تأخذ هذه على أنها حق وصدق. الرؤى والأحلام قد يستأنس بها ولكن لا يبنى عليها أحكام شرعية. انتبهوا، هذه المسألة مسألة مهمة. الآن قضية إنه علم لدني، ما في علم لدني. الرؤى إما أن ترى قد تكون رؤية طيبة، قد تكون هذا الرؤيا لها يعني ما نبحث في مسألة الرؤى وهل هي رؤى أو هل هي من الشيطان أو إلى آخره، ولكن ننتبه أن هذه الرؤية نستأنس بها. يعني مثلا على سبيل المثال امرأة جاءت وقالت لي بأني رأيت في غرفتي في المكان الفلاني سحر. أنت كمعالج تمام من باب قلنا الاختبار نقول اذهبي إلى المكان دون أن يترتب على هذا على يعني مفاسد شرعية وابحثي، فإن رأيت أحضري ونعم بها. سوف أذكر لكم قصة غريبة عجيبة. هذه القصة حصلت معي، كنت في السعودية يعني تبحث عن حول هذا الموضوع. رجل كان في الحرس الوطني، يعني كان في الجيش يشتغل، وهذا الرجل تزوج، ومنذ أن تزوج انقلب حاله رأسا على عقب. أصبح طبعا هذا كان يشتغل في الحرس، وكانت يعني دائما يذهب وعمله خارج يعني في الصحراء. فشرح هذا الموضوع لرئيسه، فرئيسه كان يسمح له أن يذهب يعني وقت الظهيرة إلى يرتاح في مكان معين في الصحراء. فيقول حال انقلب رأسا على عقب، كرهت الدنيا وكرهت العمل وكرهت الزوجة، كرهت كل شيء. يقول فذات يوم انطلقت بسيارتي في مكان في الصحراء أرتاح. يقول وإذا بي أرى ورل. الورل تقريبا زي الضب. شو بتسموه يا شيخنا؟ ورل الضب. تعرف الضب؟ زي الضب، أكبر من الضب، أكبر من الضب وخليه يؤذي. فقال وأنا نائم جاء وضربني على رأسي من الخلف ضربة خفيفة. قال صحيت وخفت وهربت. قال ثاني يوم نفس المشكلة، جاني نفسه وضربني على رقبتي. استغربت يعني، ولكن لم أخف كما خفت منه في المرة الأولى. قال رحت للعمل وشرحت الموضوع لزملائي، وقلت لهم أن الموضوع كذا وكذا وكذا. واحد من الإخوان الظاهر أنه عنده معلومات في الأمور هاي، قال له قل له لما يجيك ثاني مرة قل له ماذا تريد؟ فعلا راح وإجا بالضرب، ضربه على رقبته. فقال أخي ماذا تريد؟ يقول ضربني على قدمي، ويقول لأنه هو له حفيف والتف ينظر إليه. قال علمت من خلال نظرته أنه يريد أن أتبعه. قال فتبعته إلى أن وصلنا إلى خيشة. فتحت الخيشة وإذا بها ملابس، وإذا بي أجد ثوب زوجتي فيه عقد. قال تركت هذا الثوب وجئتك مباشرة يا أخي أبو البراء حتى توجهني ماذا أفعل. قلت له تذهب الآن مباشرة وتحضر هذه الملابس، نسأل الله أن يعني يوفقنا لما فيه خيرك وخير غيرك. ذهب. لما ذهب عند المكان الخيشة
وإذا به يرى أحد الإخوة الهنود، قال له إيش في يقول الهندي، قال له إيش في؟ يقول هذا ممكن في سحر. قال لحظة، أنا أمس يجي يأخذ بعض الملابس، فهذا الهندي جاب الملابس وأحضر هذه الملابس كلها لي، قمت بحرقها مباشرة، وعندما حرقتها الرجل فك من عقال، الرجل فك من عقال. طبعا هذا الأمر قد يكون كما حصل مع هذا أمر قيضه الله سبحانه وتعالى، قيض هذا. هل الجن ملائكة؟ هل من الجن؟ الله أعلم. الآن قد يكون الأمر يعني في المنام، قد يكون أمر في المنام، ما في شيء اسمه علم لدني. المصطفى صلى الله عليه وسلم امتلك كل العلوم، يعني العلوم الشرعية، وهو المعلم والقدوة لنا. ما أخبرنا ولا العلماء أخبرونا أن هناك علم لدني، إنما هناك رؤى. هذه الرؤى نستأنس فيها من باب التجربة، ويعني إن كان فيها خير الحمد لله رب العالمين. القصة الثانية التي أذكرها لكم، هذه القصة حدثني بها شيخنا الشيخ صالح بن محمود التويجري. يقول أحد علماء القصيم، منطقة قصيم منطقة في السعودية، عالم تزوج بامرأة كانت بارة بجدها. هذا العالم تزوج بامرأة كانت بارة بجدها. تقول هذه المرأة منذ أن تزوجت هذا العالم، عالم علماء القصيم، كرهته كرها بحيث أنني لا أطيق رؤيته، ولكن المرأة الصالحة تحمل. لماذا؟ لأنها تبتغي مرضاة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه المرأة تحملت وصبرت. في يوم بعد الزواج جاءها شيخ على شكل بالمنام طبعا، على شكل جدها، قال: يا ابنتي أنت مسحورة وسحرك في المكان الفلاني. كان عندهم في البيوت كان في بيسموه خوص، وهذا الخوص مجوف، فقال: عدي 7 وهناك السحر موجود لك. اليوم الأول لم تكترث، اليوم الثاني جاءها نفس الرؤى في المنام، يقول لها كذا وكذا، لم تكترث. اليوم الثالث ذهبت وأخبرت زوجها وقالت: يا فلان ترى وضعي كذا 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 كذا، وصارته بالحقيقة. وهو عالم طبعا، ذهب عد 7 طلعوها، وإذا بالشالة الغطرة لها معقدة 7 عقد. فاستخرجها هذا العالم، وبفضل الله ومنه وكرمه عادت هذه المرأة ما بها قلبة. الشاهد من كلام هذا أنه كما قلنا الإنسان قد رب يقيض له ملك، قد يقيض له من الجن الصالحين، طب يعينه وليست استعانة، تمام. أما أن نأتي ونقول أن هناك علم لدني، هذا الكلام حقيقة لم يذكره لا القرآن ولا السنة المطهرة، ولا ذكره علماء الأمة الأجلاء.